هيمسفاير 1969 بيتولد طفل اسمه بول ليفيك. بول اتولد لعيلة متوسطة المستوى، لكنها كانت عيلة مترابطة، وده اللي خلى بول يعيش طفولة كويسة وهادية وعلى قد بساطة الطفولة دي. لكن بول لقى في حاجة واحدة المتعة، وهي الرياضة. بول حب أنواع كتير من الرياضة، أهمهم هم رياضة كمال الأجسام، والرياضة التانية والأحب لقلب بول هي المصارعة الحرة اللي بول كان بيعشقها من صغره، وكان حلمه دايما إنه في يوم من الأيام يبقى مصارع محترف. ولصعوبة تحقيق الحلم التاني بول اختار يبدأ الطريق من صالة الجيم، وفعلا بول بقى لعيب كمال أجسام. بول دايما كان عنده الإصرار والعزيمة إنه دايما يبقى الأول، وده اللي قرر يعمله. تفوق في كمال الأجسام وبنى جسم رياضي لنفسه، وجسم ضخم أهله إنه يفوز ببطولات محلية كتير في كمال الأجسام. لكن بول دايما عمر ما ده كان حلمه إنه يبقى كده وبس، لأ، حلم بول الأكبر هو إنه يكون مصارع. عشان في يوم من الأيام وبول شغال في الجيم بيتفاجئ إن المصارع تيد RCD بيتمرن هناك. بول راح لتيد واتكلم معاه، وتيد أعجب ببول وبثقته بنفسه وجسمه الرياضي القوي، وقال له إن كمال الأجسام مش مكانه، المكان الحقيقي ليه هي حلبة المصارعة الحرة. بول سمع نصيحة تيد وعمره ما نساها، عشان بمجرد إنهائه للجامعة بول يقرر إنه مش هيقعد ولا هيكون مجرد مالك لجيم، وإنه هيلم حاجته وفلوسه ويروح بيهم لمدرسة مصارعة حرة. بول فعلا دخل مدرسة مصارعة ودخل الحلبة لأول مرة في حياته، ومن اللحظة دي بول بدأ يعشق المصارعة الحرة أكتر. بول هناك ادى كل اللي عنده وأظهر إنه موهبة كبيرة جدا كمايك وكأداء. لكن أكتر حاجة ميزت بول عن زمايله هي حاجة واحدة بس ميزت بول جدا، هي إصرار بول. وواحدة عن واحدة بول بدأ يمسك طريق النجاح. بول أخد اسم ذا تيررايزر وبدأ يتقدم أكتر هناك في المدرسة، لحد ما جات له فرصة الأداء أمام جمهور لأول مرة. بول كان متوتر، لكنه ما كانش قدامه غير إنه يعمل الحاجتين اللي بيعرف يعملهم كويس، وهما الاجتهاد والمصارعة. وفعلا بول عمل كده ونجح يخطف الأنظار ليه، ومرة مع مرة بول بدأ يخطف أنظار الناس ليه أكتر، وكمل تطوير نفسه في الأداء والبروموز. بول كان بيشارك في اتحادات محلية كتير جدا، كل ده عشان يقدر يعمل اسم لنفسه في المجال. عشان في يوم من الأيام بتيجي رسالة لبول إن الجيم اللي هو بيديره جات له دعوة لحضور مؤتمر دعاية المنتج، ونجم الحملة الدعائية للمنتج هو ريك فلير. بول كان بالنسبة له حلم إنه يقابل ريك فلير، لأنه كان قدوته في عالم المصارعة. وفعلا بول راح وقابل ريك، وفي نفس المؤتمر ده كان موجود واحد من البروموترز للWCW اللي شاف بول وطلب منه يوريله لقطات وفيديوهات ليه وهو بيلعب مصارعة، عشان بعد ما بول يديله الحاجة ويروح يجيله اتصال من رئيس WCW إريك بيشف بيقول له فيه: بول ليفيك، انت رسميا مصارع في WCW. بول راح WCW، وهناك بول كمل في الاجتهاد والإصرار إنه يبقى الأفضل، وقدم كل حاجة عنده هناك. بول هناك كان بيلعب ماتشات كتير جدا ضد نجوم وأساطير. بالنسبة لبول ده كان حلم، النجوم اللي كان بيشوفهم بقى دلوقتي بيلعب قصادهم. أداء بول وقوته مع السرعة والتكنيكاليتي اللي كانت في أدائه كانت بتميزه، وشدت الأنظار ليه وخلت اسمه يعلى يوم عن التاني في المجال. لكن بول كان بيكسب وبيتطور وبيعمل كل حاجة، لكنه كان ناقصه الحاجة الأهم واللي بتميز أي مصارع عن التاني، وهي الشخصية
لأن بول كان بدون شخصية، وده أدى إن الناس تفقد الاهتمام ليه. بول أخد شخصية باسم بول ليفيك، الشخصية اللي كانت معمولة على اسمه لكنها عمرها ما كانت قريبة ليه. شخصية راجل فرنسي غني بيجي يتكبر على الناس، شخصية هدفها الأساسي إنه ياخد كره من الناس، وده اللي حصل فعلا. الناس كرهت بول، لكن الكره ده ما كانش اون سكرين، لا، الكره ده كان حقيقي. الناس فعلا كرهت الشخصية لأنها كانت بدون قصة، بدون دوافع، بدون مشاعر، بدون أي شيء. لكن بول كان مضطر يقبل بالوضع ده لأنه كان ما عندوش حل تاني. ومع مرور الوقت بول اسمه بدأ ينخفض يوم عن التاني، عشان مع اقتراب نهاية عقده مع WCW بول ليفيك يرفض التجديد ورسميا يسيب كل حاجة ورا ظهره، الفلوس والحياة المضمونة السهلة، وكل ده بس عشان هدف بول مش الفلوس ولا الراحة. هدف بول دايما هو النجاح والوصول لأعلى درجات التاريخ في عالم المصارعة الحرة. في يوم من الأيام بول لقى اتصال جايله، والاتصال كان من فينس مكمان مالك WWF، اللي سأل بول سؤال واحد، وهو هل عايز يبقى عظيم ويكتب اسمه في تاريخ البيزنس ولا لأ؟ عشان بول يرد عليه انه اكيد هيبقى كده. بول ليفيك رسميا في WWF. بول راح WWF واخد شخصية هناك باسم هانتر هاريس هيلمسلي. بول هناك كان بالنسبة له انه بيحقق الحلم بتاعه، انه بقى شغال في اكبر شركة مصارعة في العالم، وبول قرر ان عمره ما هيضيع الفرصة من ايده. بول كان بيشتغل 300 يوم في السنة الواحدة، كل العروض محلية، اسبوعية، شهرية، بول كان موجود فيها. هو اول واحد بيروح وهو اخر واحد بيروح، كان مستعد انه يدي روحه مقابل انه يعمل احسن حاجة. هي دي شخصية بول، عمره ما يقبل غير بالافضل وبس. بول قدم نزالات ضد اساطير ونجوم الاتحاد وقتها زي بريت هارت وشون مايكلز، الشخص اللي بول كانت بتجمعه معاه صداقة في الباك ستيج، لانه كان موجود معاه في عصابة ذا كليك، العصابة اللي ما كانتش عصابة عادية، دي كانت عصابة مسيطرة على الاتحاد وعلى الكواليس، وكانوا متنمرين لأبعد الحدود. وبوجود بول معاهم، بول كان عارف ان محدش هيقدر يتنمر عليه في الاتحاد، وانه هيبقى دايما في امان. بول كمل في تطوير اسمه طول سنة 95، عشان في سنة 96 هانتر كان متجهز له حاجات كتير قوي، فوز بالكينج اوف ذا رينج وعداوة مع شون مايكلز شخصيا على بطولة الاتحاد. لكن كل الخطط دي اتدمرت. كيفن ناش وسكوت هول اللي كانوا اصحاب مايكلز وهانتر كانوا ماشيين من الاتحاد، واخر ماتش ليهم هيبقى نزال تاج ضد شون مايكلز وهانتر، وفعلا لعبوا معاهم النزال. وبعد نزال كويس حصلت الكارثة، الفرقتين اللي كانوا بيضربوا بعض فجأة بقى بيسلموا على بعض في نص الحلبة بعد العرض ما خلص، وبيحضنوا بعض في توديع من هانتر وشون لسكوت وكيفن ناش. حركة زي دي سنة 96 ما كانتش حاجة عادية، دي كانت كارثة وأول كسر للكيفيب في التاريخ. وأكيد فينس مكمان ما كانش هيسكت على اللي حصل، وبما إنه مش هيقدر يعمل حاجة للي مشيوا ومايكلز هو النجم الأوحد للاتحاد، فالعقاب كله راح لبول اللي اتوقفت كل دفعاته وبدأ يخسر ويخسر، وصاحبه شون ما تأثرش بأي حاجة، عشان من اللحظة دي بول الطيب يتحول. وبعد 3 شهور من الإهانات والتقليل من هانتر أخيرا أخذ التقدير وفاز بنزال ضد الروكي مايافيا، الشاب اللي كان لسه بيبدأ برضه ساعتها، خلاه يبقى بطل جديد للقارات، واخيرا يحقق اول بطولة ليه في الاتحاد. وقدم بول ببطولة فترة جميلة قدم فيها دفاعات وقصص كويسة مع ناس كتير،
عشان في يوم من الأيام هانتر وشون يبقوا في الجيم، عشان هنا تقع على واحدة بتلعب حديد وعندها قوة جسمانية جبارة، والواحدة دي اسمها تشاينا. هانتر وشون راحوا لفينس وطلبوا منه انه لازم يتعاقد مع تشاينا، وان بول عايزها تكون هي مديرة اعماله. وبعد محاولات كتير مع فينس مكمان يوافق، ورسميا تشاينا هي مديرة اعمال هانتر وتشاينا كان بينهم كيمياء رهيبة. قوة تشاينا مع ذكاء وقوة هانتر كانوا ميكس قوي جدا، وبيه هانتر قدر يكمل في فترته القوية ببطولة القارات. وحتى بعد خسارته هانتر كمل في رفع اسمه لغاية ما وصلنا لسنة 1997، السنة اللي هتغير مسيرة هانتر وللأبد. هانتر شارك في أول ريسلمانيا ليه في التاريخ، وهي الريسلمانيا 13، اللي كانت بداية لحقبة جديدة من تاريخ الاتحاد، وبرضه بداية لحقبة جديدة من تاريخ هانتر، اللي في يونيو 97 يقدر يفوز والأول مرة بالكينج اوف ذا رينج بعد ما كسب ميك فولي في الفاينل. بطولة على قد ما كانت انها مش كبيرة، لكنها كانت مهمة جدا في حياة هانتر، لانه حس انه تعبه طول السنتين اللي فاتوا في الشركة وطول السنين اللي فاتت في المجال ما راحش على الفاضي. وبعد فوزه بالكينج اوف ذا رينج هانتر دخل في عداوة طويلة وكبيرة مع ميك فولي، قدموا فيها نزالات كتير عنيفة وعظيمة بينهم. عشان هانتر بعد ما ينتهي من عداوته مع فولي، وبعد ما مكمان شاف علاقة هانتر ومايكلز وتشاينا سوا، مكمان يقرر يستغل ده، وإن ذا كليك هتطلع للنور بس بتغيير بسيط، وبدل اسم ذا كليك العصابة هتبقى اسمها دي جنريشن اكس. Are you ready? دي اكس العصابة التاريخية بدأت سنة 97. ما كانتش مجرد عصابة، دي كانت ثورة وانقلاب على كل حاجة، القوانين والسلطة وحتى النظام العائلي. عصابة بدايتها اعلنت بداية الحرب، عصابة واحدة كانت قادرة تبدأ معاها اعظم حقبة في التاريخ، عصر الجموح، الاتيتيود ايرا، اللي اعلن مكمان رسميا بدايته مع تكوين الدي اكس، اللي هتكون هي النقيض والمنافس للان دبليو في الدبليو سي دبليو. هانتر ومايكلز قدموا عظمة، تناغم وخفة دم واداء وبروموهات رهيبة، الاتنين بينهم كيمياء طبيعية. ومع وجود تشاينا وان مايكلز هو بطل الاتحاد واكبر اسم فيه، الدي اكس بخفة دمهم وذكائهم وقوتهم قدروا في وقت بسيط يبقوا اشهر حاجة في الدبليو دبليو اف. مبيعاتهم وسيجمنتاتهم بقى الجمهور ينتظرها من الاسبوع للتاني. ومع الدي اكس هانتر تطوره كمل وزاد اكتر واكتر، لدرجة انه بقى بيتصنف من النجوم في الاتحاد. لكن اللي كان في انتظار هانتر ومايكلز في اواخر 97 كان حاجة هتدخل الاتنين التاريخ من اوسخ ابوابه. سيرفايفر سيريس 97، مواجهة تاريخية بين شون مايكلز وبريت هارت، البطل اللي عقده بيخلص بعد النزال ومتفق مع مكمان انه هيفوز بالنزال في بلده. قبل النزال بيومين فينس مكمان ومايكلز وهانتر في اوضة واحدة، واتفاق بينهم على خيانة بريت. لا، ده خيانة مونتريال كلها اللي فعلا حصلت، ومايكلز فعلا طلع كسبان من بلد بريت. عشان هنا هانتر يتعلم من الدرس اللي اخده زمان، وانه فعلا عمره ما هيبقى طيب تاني، لا هو لازم يكون متملق. ومع نهاية سنة 97 ودخولنا 98 مايكلز حصلت له إصابة الرقبة الشهيرة ويضطر يعتزل، وعصابة الدي اكس رسميا بدون قائد. وهانتر اللي حول اسمه لتريبل اتش بقى دلوقتي تايه وملوش اي حد. Let me make the decisions. I'll take care of the worries and I'll make the
decisions. تريبل اتش اخد قيادة الدي اكس، وتحت قيادته العصابة مش مجرد اتطورت، لأ دي اتفجرت سيجمنتات عظيمة من اتش، وكل اعضاء الدي اكس سيجمنتات كوميدية وايدجي جدا ومناسبة للعصر الجديد. سيجمنت اقتحام مبنى الدبليو سي دبليو اراهن لو اي عصابة حالية تقدر تعمله بربع قوة وعظمة تقديم اتش ليه. اسم اتش بدأ يرفع لفوق جدا، وبدأ ياخد مكانه وسط النجوم في بداية الاتيتيود. وفي الناحية التانية روكي مايافيا اللي اتش كسب منه لقب القارات زمان، واللي اتش بينه وما بينه مشاكل كبيرة جدا امتدت للباك ستيج، غير اسمه لذا روك وغير شخصيته وبقى قائد لتاني اكبر عصابة ومنافسة الدي اكس في الاتحاد، وهي النيشن اوف دومينيشن. وده خلى مواجهة الاتنين مسألة وقت مش اكتر، عشان في نص 98 النيشن والدي اكس تتقاطع طرقهم لأول مرة، عشان من هنا تبدأ واحدة من أعظم وأفضل عداوات اتش واللي هتكمل كتير معاه. قدم نزالات عظيمة مع ذا روك في الرو، والدي اكس والنيشن قدموا نزالات عظيمة كتير، ولكن ده ما كانش كل حاجة، ده البداية للعظمة اللي هنشوفها بينهم في السمر سلام 98. اتش وروكي قدموا نزال سلالم من اعظم ما يمكن، الاتنين بينهم كره حقيقي، لكنه ما كانش مؤثر على تناغمهم سوا. عداوتهم رائعة لأبعد الحدود، ونزالهم في السمر سلام بالنسبة لي واحد من اعظم نزالات السلالم في التاريخ. عنف غير مسبوق بين الاتنين في النزال ده، وانتهى النزال بفوز اتش واسترجاعه لبطولة القارات. ومع استكماله لعداوته مع الروك اللي هيكون ليها حلقة خاصة نحكي عنها تفصيليا، اتش فكر ولقى ان الاتيتيود ايرا كلها نجوم محبوبة، وان الجمهور عمره ما هيحبه هو عنهم. عشان كده تريبل اتش يقرر انهم لو مش هيحبوه فهو هيقدر برضو يكتب اسمه في التاريخ. لكن بكرههم ليه تريبل اتش خرج بره الدي اكس، ورسميا تريبل اتش مبقاش مصارع عادي دلوقتي، تريبل اتش هو اللعبة نفسها. Time to play the game. Time to play the game. It's all about the game and how you play it. All about control. And if you can take it, all about your set. And if you can play it, it's all about pain. And who's gonna make it? I am the game. You don't wanna play me. I am control. No way you can shake me. سنة 99 بدأت، وإتش كل لحظة في السنة هوسه بلقب الاتحاد بعد تحوله الهيل بيزيد، عشان يروح للسمر سلام 99 ويبقى في نزال ثلاثي على لقب الاتحاد ضد أوستن ومان كايند. لكن للأسف إتش بيخسر الفرصة. لكن في الرو بعد السمر سلام يتحدد نزال بين إتش وبطل الاتحاد مان كايند في العرض نفسه، عشان وبعد مساعدة من شين مكمان وغش من اتش رسميا تتحقق اللحظة اللي ما كانتش مجرد فوز بلقب عالم، دي كانت لحظة انصاف لمصارع تعب واجتهد، مصارع شق في الصخر، وحتى لو استخدم طرق حقيرة عشان يوصل للحظة دي، لكن الأهم إن اللحظة دي اتحققت. تريبل اتش رسميا بطل للدبليو دبليو اف. لكن مش ده بس اللي حققه اتش السنة دي، اتش خلف الكواليس دخل في علاقة عاطفية مع ستيف مكمان بنت الحاج منس، العلاقة اللي انتهت بجوازهم سنة 99 وتكوين الفاكشن معاها هي وشين مكمان، الفاكشن اللي ساعد اتش يحتفظ ببطولته لوقت كبير لدرجة انه دخل سنة 2000 وهو لسه بطل للاتحاد، عشان مع بداية سنة 2000 عداوة اتش وروكي ترجع وبشكل رسمي. الكره والغيرة والحقد بين الاتنين زاد يوم عن التاني. قدموا مجموعة من النزالات العظيمة، منهم نزال رباعي تضمن البيك شو ومان كايند في الريسل مانيا سنة 2000 انتهى بفوز تريبل اتش بعد مساعدة من مكمان، ونزال آخر أسطوري عظيم
رائع في الانفورجيفن 2000 من نوع ايرون مان انتهى بفوز اتش بعد مساعدة من فينس عشان اتش ينهي سنة 2000 ويدخل سنة 2001 او كما تسمى سنة اللعنة. 2001 بدأت وبدايتها كانت سيئة لاتش اللي جسمه طلب منه يرتاح بعد ما اتش هلكوا معاه طول السنين اللي فاتت، عشان في ماتش في عرض الرو تريبل اتش تجيله اصابة في رجله، وبالرغم من الاصابة اتش اصر يكمل النزال اللي كان بيلعبه، عشان بعد النزال تريبل اتش يضطر يغيب والمدة طويلة. اتش قعد فترة يتعالج عشان بعد علاج الإصابة تنتهي ويتسمح لاتش بالعودة، وفعلا وفي أول عرض رو سنة 2002 اللعبة تقرر تشتغل من تاني. رجع اتش في لحظة قوية وحلوة جدا. اتش رجع بشخصية هيل برضو وقدر يكسب الرويال رامبل 2002 ويدخل في عداوة روعة وقوية جدا مع كريس جيريكو في الطريق للمنيا 2002. عداوة كان فيها البرومو ده واللاين ده من ستيفني. When it come to the bedroom, game always came up short. والعداوة انتهت بفوز اتش وفوزه بلقب العالم الموحد، عشان اتش بعدها يخش في عداوة مع الأسطورة كيرت أنجل، والاتنين قدموا عداوة جميلة وقوية. خسر لقب العالم لهوجن في الباكلاش ده طبعا قبل ما يرجع ويفوز بيه من تاني، عشان بعد خسارته للقب بعدها إريك بيشوف بيعلن عن بطولة جديدة هتكون مخصصة للرو، وهي بطولة الهيفي ويت، وإن أول بطل ليها هو تريبل اتش. ومع فوزه باللقب وعودة صديقه القديم شون مايكلز من الاعتزال، اتش كان لازم يحمي مكانته في الشركة. دخل في عداوة روعة وعظيمة مع شون مايكلز، قدموا فيها نزالات عظيمة ودموية لأبعد الحدود، وانتهت العداوة بفوز اتش واحتفاظه ببطولته، عشان بعد الاحتفاظ بالبطولة اتش يبدأ في تنفيذ الفكرة اللي مش مجرد هتنجحه، لأ دي هتخليه يغير مجرى التاريخ كله. بعد عودة ريك فلير للشركة ما كانش ليه أي خطط، عشان بطل العالم اتش يطلب من الإدارة إنه عايز فلير معاه ويكون وكيل أعمال ليه، وعايز يضم مع فلير نجمين شباب صغيرين في السن بيفكروه بنفسه وهو صغير، والنجمين دول هم راندي أورتن وباتيستا، ومعاهم اتش كون الإيفولوشن، واحدة من أعظم عصابات التاريخ. كيميا بين الأربعة رهيبة. اتش وفلير استغلوا خبرتهم لتطوير الشباب الصغير. عصابة كانت مفيدة لكل من فيها. ريك فلير العصابة أحيت مسيرته من تاني. راندي وباتيستا وخاصة راندي العصابة دي أنقذت مسيرتهم وقدرت تحوله لفضة، بالذات راندي اللي تحول من فضة لذهب. وأما عن اتش العصابة ساعدته يحافظ على الذهب اللي معاه. وبدأ الرين اوف تيرور. ايفولوشن سيطرت على كل حاجة. اتش بطل عالم، راندي بطل قارات، وفلير وباتيستا أبطال فرق. لكن للأسف لكل بداية نهاية. اتش خسر لقبه لكريس بنوا في المنيا 20، وبعد محاولات كتير منه يرجع اللقب يفشل. لكن الشخص اللي نجح ويفوز باللقب ويرجعه الايفولوشن كان هو الايباكس بريديتور راندي أورتن. اتش انقلب على أورتن، والاتنين بدأوا عداوتهم اللي كانت جميلة واتبادلوا اللقب منهم، لحد ما في الآخر اتش كسبه وأنهى العداوة التاريخية بينهم بشكل مؤقت، وعداد الألقاب وصل لل10 سنة 2005 في الرويال رامبل. وفي نفس الرامبل دي تلميذه الآخر باتيستا فاز بالرامبل، عشان اتش يبدأ الخطة المحكمة لمنع باتيستا من اختياره. الاتنين قدموا واحدة من أفضل القصص في المصارعة. اتش لعب دور الشيطان
الجبان بطريقة أسطورية وممتعة جدا. لكن في النهاية باتيستا اختار اتش وواجهه في المانيا 21 وقدر يكسب منه لقب العالم في المين ايفنت، واستكملت عداوتهم اللي كلها راحت لباتيستا، واللي تريبل اتش يحسب له انه قرر يدي الدفعة لتلميذه وما يبقاش اناني، عشان اتش يكمل سنة 2005 وهو بعيد كل البعد عن صورة ألقاب العالم. مع بداية 2006 اتش قرر يوجه التحدي والمواجهة لواجهة الشركة وأكبر بيبي فيس فيها وبطل الاتحاد جون سينا. وبعد عداوة عظيمة بينهم التشجيع فيها كله كان رايح لاتش الهيل عن سينا. اتش بيستسلم لسينا في المانيا 22 ويديله الدفعة عشان اتش يقرر أخيرا وبعد أكتر من 5 سنين بالشخصية المكروهة إنه ينقلب لفيس أخيرا ويتعاون مع صاحبه شون مايكلز ويرجعوا الدي اكس عشان يوقفهم ميكمانز. ما كانش الدي اكس بتاع زمان الايجي، لأ ده بطريقة متطورة وكمان مناسبة للعصر اللي داخلين عليه، عصر البي جي. لكن الاتنين بكميتهم كانوا قادرين يقدموا سيجمنتات كوميدية ومضحكة جدا. عداوتهم مع الميكمانز من أرهب العداوات عموما، وعداوتهم الرائعة التانية مع الريتد ارك او، العداوة اللي للأسف أدت لإصابة لإتش مرة تانية وفي نفس المكان الركبة، إصابة غيبت إتش لغاية 2008. ومع عودته قدر يفوز بال11 لكنه خسر لقبه لجيف في الأرماجيدن، عشان بعدها يبدأ واحدة من أعظم عداواته، عداوة أخرى مع راندي أورتن بدأت من أواخر 2008 وانتهت في 2009. الاتنين قدموا عظمة. شخصية السايكوباتيك من أورتن ضد اتش الفيس كان ميكس عظيم. اتش فاز بال12 عشان يتحدد النزال بينه وبين أورتن في المانيا 25. وفي الطريق لهناك قدموا عظمة لأبعد الحدود، خلت الطريق لهناك مولع، وانتهى النزال في المانيا بقرار غريب شوية وهو فوز اتش واحتفاظه باللقب. لكنه ما طولش كتير عشان يخسر اتش اللقب في الباكلاش لأورتن، وده اللي زود اصلا من غرابة القرار. اتش كمل بعدها لكنه ما كانش زي زمان. اتش كبر، دخل في عداوات غريبة اشهرها ضد شيمس في 2010، العداوة اللي انتهت في الريسل مانيا 26 بفوز اتش. لكن اتش اتدمر بعدها في الرو من شيمس عشان يغيب اتش لنهاية سنة 2010. لكن العودة المرة دي هتكون للتاريخ. رجع اتش على الاندرتيكر وبدون ولا كلمة وجه له التحدي لنزال في الريسل مانيا 27. عداوة عظيمة بينهم، لا مش عداوة عظيمة وبس، دي عداوة من افضل 10 عداوات في تاريخ الWWE. اضافت شون مايكلز للقصة واعتزاله قبلها بسنة على ايد تيكر بعد محاولاته لكسر السلسلة ازالت القصة روعة، وانتهت بنزال اسطوري في المانيا 27 من نوع نو هولز بارد. نزال كان اتش فيه على بعد اقل من ثانية لانهاء الستريك لكنه فشل، وده اكتر حاجة اتش يكرهها. اتش طول عمره بيكره الفشل. اتش قرر ينجح في حاجة تانية وهي الإدارة. اتحول لدور الإداري وأصبح مصارع بارت تايمر، ظهور دائم لكن نزالات قليلة طبعا بحكم السن المتقدم، وكمل كده لحد بداية 2012. تيكر المرة دي يرجع على اتش ويوجه له التحدي في نزال آخر في الريسل مانيا 28. نزال أخير، نزال نهائي، مش مجرد نزال، ده فينال لعداوة أسطورية، فينال لحقبة أسطورية. آخر 2 من جيلهم هيتواجهوا لآخر مرة داخل قفص حديد في أكبر مسرح في العالم، وبوجود شون مايكلز كحكم خاص وعلى ألغام ميموري ريمينز. يبدأ النزال، نزال عاطفي لأبعد الحدود. التلاتة، لأن مايكلز دوره كان لا يقل قيمة عن الاتنين التانيين.
التلاتة قدموا كل حاجة عندهم عشان يدوا ختمة مثالية لجيلهم، وانتهى النزال بفوز تيكر واستمرار الستريك. وانتهي النزال على المشهد ده اللي أعلن معاه نهاية فصل في المصارعة، فصل عشنا معاه ذكريات لا يمكن تكرارها، ونهاية فصل مش في المصارعة بس، لأ ده مشهد أنهى فصل كامل في مسيرة تريبل اتش. ومع دخولنا 2013 ماتشات اتش قلت، لعب ليزنر في اكستريم رولز وريسل مانيا 29، ومن ثم بدأ سيناريو عظيم ومظلوم جدا، سيناريو السلطة وقصته الأسطورية مع دانيال براين طول صيف 2013، وانتهت القصة بنزال بينهم في المانيا 30 انتهى بفوز براين، ومن ثم فوزه بلقب العالم في نفس الليلة. والسلسة كملت بعدها ودخلت في عداوة مع الشيلد في 2014، عداوة شهدت عودة ايفولوشن لمرة أخيرة، وواجهوا الشيلد في باتل جراوند وخسروا النزال، لكن اتش دايما كان عنده بلان بي. There's always a plan B. اتش خلى سيس ينقلب على الشيلد، ورسميا سيس في السلطة، واتش يساعد سيس يكسب الماني ان ذا بانك ومن ثم بطولة العالم في 2015. وفي نفس السنة دي اتش تحول لعضو في الإدارة بجد مش سيناريو، وبقى رسميا هو المسؤول الأول عن ال NXT، وهناك بدأ اتش الفترة التاريخية وأفضل فترة في تاريخ البراند، وهي ال NXT Black and Gold. وكمل اتش في العروض بدوام جزئي، فاز على ستينج في المانيا 31، ودخل في عداوة مع رومان في المانيا 32 انتهت بخسارته، وأدى الدفع لتلميذه سيس في المانيا 33. فترة كانت بتمهد للنهاية لإتش اللي كل بيوم بيكبر أكتر، لغاية ما وصلنا لسنة 2001. تريبل اتش تم تشخيصه بمرض اضطراب ضربات القلب، واضطر لتركيب جهاز تنظيم لضربات القلب عشان تريبل اتش، وبعد مشاورة لنفسه ولعيلته يقرر انه حقق ما يكفي من الانجازات، وان صحته هي الاهم، وعيلته دلوقتي هي الاولى بيه من الحلبة عشان نوصل للريسل مانيا 38. نور الحلبة بيشتغل على المشهد ده. I am the pain, and I know you